بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو دوت هشرح لكم واحده من المميزات الرائعه اللي بتميز بيها المتصفح جوجل كروم الخاص بشركه جوجل. وعلى فكره دي ميزه رائعه جدا، اعتقد هتعجب كتير من الناس، واعتقد برضو كتير ما كانش يعرف الميزه دي. ان انت لو عندك كتاب صيغته PDF، ومش عندك الاوديبي ريدر او البرنامج اللي بيخليك تقدر تقرا الكتب PDF، انت ممكن تستعين بالبراوزر بتاع جوجل كروم. حتى من غير اتصال بالانترنت انت ممكن تقرا الكتاب عليه من غير ما يكون عندك اي برنامج لل... اللي بيشغل ملفات PDF زي الاوديو ريدر. ده كتاب كفاحي بتاع هتلر. ما تستغربش من الايقونة اللي موجودة ديت ان هي بتاعة النوت باد، بس لما تشوف التايب اوف فايل هتلاقيه PDF فعلا. يعني الملف ده صيغته PDF ومحتاج الاودوبي ريدر علشان تقدر تقراه. لكن كل اللي هنعمله ان احنا هنفتح صفحة من المتصفح جوجل كروم، وبعدين نروح للملف وناخده دراج دروب او سحبه افلات في المتصفح، وفورا بيظهر لنا الكتاب كامل. احنا ممكن نقراه بكل حرية وبكل بساطة من اول صفحة لاخر صفحة، مع إمكانية إن احنا نكبر ونصغر في الصورة على حسب إرادتنا. في ممكن نعملها زوم وزوم ان وزوم اوت. في طباعة لو محتاج طباعة للصفحة، بتختار طبعا الإعدادات بتاعتك، انت عاوز تطبع صفحة ايه أو كتاب كامل والكلام ده كله. دي برضو من ضمن المميزات اللي بيتيحها ليك البراوزر، وده طبعا بشكل مجاني لكل مستخدمين جوجل كروم. آه، جربها وأتمنى تكون إنها معلومة جديدة ومفيدة ليك. السلام عليكم.